في ناس كتير نفسها ابنها أو بنتها تتهجى لوحدها ويقرأ كلمات إنجليش، حتى الكلمات اللي هو مدرسهاش، يعني أي كلمة يشوفها يعرف يقرأ. الحلقة دي معمولة علشانكم. أهلا بيكم، أنا رحمة شعبان، ودي سلسلة Step by Step. أول خطوة معانا هي إن الطفل يتعلم الحرف بالصوت الشائع ليه. فمثلا وأنا بعلمه حرف ال A أعلمه إن صوته آ آ، واديله كلمات مختلفة عليه مش كلمة واحدة، زي مثلا a apple a ant. برضو زي حرف ال W أعلمه إن اسمه W ولكن صوته و و مش د. واقرأ له كلمات برضو كتير عليه، و water و window. برضو كلمات كتيرة مش كلمة واحدة. ليه؟ عشان الحرف ما يتبدلش معاه بالكلمة المثال. بعد كده أبتدي أعرف الطفل إن الأصوات عبارة عن vowels and consonants. الكونسونانتس اللي هي الأصوات الساكنة، وهم كل الأصوات في الإنجليش إلا الحروف الفاولز. الخطوة اللي بعد كده هعرف الطفل إن في حاجة اسمها الدايجرافز. Digraph is two letters that combine together to correspond to one sound. يعني إن الدايجراف ده عبارة عن حرفين بيكونوا صوت واحد، زي مثلا ال SH بتطلع لنا صوت ش، ال CH ش، ال TH أو ذ، ال PH، ال WH و، ال CK ك. وطبعا زي أي قاعدة فهم ليهم شواذ، وهنعرفهم بالتفصيل في حلقات تانية إن شاء الله. الخطوة اللي بعد كده هنبتدي نتعلم الديفثونجز. ايه هي الديفثونجز دي؟ تعالوا نشوف. A diphthong is a sound formed by combining two vowels in a single syllable. The sound begins as one vowel sound and moves towards another. يعني باختصار ده عبارة عن حرفين متحركين موجودين في مقطع واحد. لما بنيجي ننطقهم الحرف بيتنطق كأننا بننطق حرف متحرك واحد ولكن بيتحول لصوت تاني. زي مثلا لما بنيجي ننطق أوي، دي ممكن الصوت ده نطلعه عن طريق حرف ال O وال Y أو ال O وال I. أوي. زي مثلا كلمة boy or coin. طيب المقطع أو ده ممكن نطلعه عن طريق ال OW أو ال OU، زي مثلا cloud أو cloud or cow. هي دي الديفثونجز. بعد كده هنبتدي نتعرف على silent letters اللي هي الحروف الصامتة، وهنعرف امتى يبقوا silent، ونتعرف برضو على الحالات الشاذة اللي فيهم. كل ده إن شاء الله هتلاقوه في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.